وبتبدأ قصتنا سنة 1926 على عبارة، ولما دخل القبطان غرفة ملقاش حد فيها، بس لقى فلوس وقلم ولقى كمان رسالة، وصاحبها بيقول أنا آسف جدا بس من فضلك ابعت حاجتي للبيت. فالقبطان شك إنها حالة انتحار، لأن في نفس الوقت سمع حد بيرمي نفسه في المية، ولما نزل جري عشان يتأكد لقى بالفعل جزمة واحد وواحدة موجودين، بس أصحابهم للأسف مش موجودين. ومن هنا تبدأ قصة ترنيمة الموت. وفي طوكيو سنة 1921 يعني قبل الحادثة ب5 سنين بنشوف مجموعة طلبة كوريين موجودين في اليابان بيقدموا مسرحية، والمخرج بتاعهم اسمه وجين، ودي بنت اسمها شامدوك شغلتها بتعزف اوبرا وبرضه موجودة في طوكيو، والمعلمة بتاعتها مش عاجبها أدائها، وده لأنها بتغني الأغنية من غير إحساس، لأن كلمات الأغنية حزينة بس هي بتغنيها وهي مبسوطة. وقابلها واحد معجب بيها وشغال برضه مع وجين وعرض عليها تنضم لهم، وفي أول لقاء لها مع وجين شدوا مع بعض، وده لأن وقتها كان بيقرا في كتاب لواحد اسمه أريشيما وبيقول إن الحب معناها إنك تاخد كل حاجة من حبيبك. بس شين دخلت من غير ما تخبط وقالت له إنها مختلفة مع الكاتب، والحب الحقيقي في وجهة نظرها عطاء، فطردها لأنها دخلت عليه من غير إذن، فدخل عليهم زميله وعرفهم على بعض، فاتفاجئ لأنها المغنية اللي محتاجها في الفرقة بتاعته، فمد لها إيده عشان يسلم عليها وقال لها مبسوط إني عرفتك، بس هي ما رضتش تسلم عليه وقالت له ما أعتقدش، كفاية المقابلة الزفت اللي قابلتني بيها، ولأنه عارف إنها موهوبة في التمثيل فعرض إنها تنضم لهم، بس هي طبعا رفضت بعد المقابلة الزبالة اللي قابلها لها، فحاول يقنعها انها تكمل معاهم، وخصوصا ان هم بيعملوا مسرحيات وطنيه، وده لان في الوقت ده كانت كوريا محتله من اليابان، فوافقت انها تكمل معاهم، بس مش عشان الوطن ولا غيره، ولكن بس لانها محتاجه فلوس، وبشرط انها تغني مش هتمثل، ولانهم محتاجينها كمغنيه اكتر فوافق. ولما جم يرتبوا العرض وشيم غنت قدام الفرقه لقت ان الكل قاعد فرحان ومبسوط بيها، ان هو قاعد ومدها ظهره، وبعد ما خلصت الكل برضه سقف لها، انما هو لا سقف لها ولا اهتم بيها، ده كمان شكر اللي بتعزف على ادائها، انما هي ما عبرهاش خالص، فاتصدمت ان هو ما قالش رايها فيها حتى، فقعدت تبص له وهي مخنوقه لانه مش مديها وش خالص، وعشان كده بعد التدريب طلعت تجري وراه عشان تكلمه، بس للاسف ما لقتوش، ولما راحت تتغدى في مطعم كوري لقيته هناك، بس هو بص لها وما اهتمش بقى خالص، ولان مفيش مكان فاضي في المكان اللي جنبه فقعدت جنبه، فطلب لها صحن مكرونه، فقالت له مش عايز اكل مكرونه، فصدمها وقال لها ده ليا ومش ليكي، ولما جت تطلب مكرونه برضه فقال لها بهزر معاك كده بتاعك. ولما خلصوا اكلوا وقعدوا مع بعض قالت له ازاي تعمل فيا كده، من اول لحظه قابلتك فيها وانت مستهتر بيا وعلقت على اداء كل الناس اللي في الفرقه واحرجتني وما قلتليش اي حاجه، بس هو فاجئها برده وقال لها لاني ما عنديش كلام اقوله على ادائك لانه كان جميل جدا، فما بقتش عارفه ترد تقول له ايه، لانها انبسطت جدا من رده، ولما رجعت السكن قعدت تفكر فيه لانها عجبتها شخصيته، وخصوصا كمان لما عرفت انه بيصرف على الفرقه من جيبه الشخصي، وعرفت انه شخصيه قياديه، ولما راحت تاني يوم للفرقه فضلت مستنيه على نار لان الفرقه كلها وصلت الا هو، وعشان كده راحت سالت عليه لانه بقاله يومين ما جاش، بحجه يعني انها قلقانه على المسرحيه لان المخرج مش موجود، وقلقت عليه جدا لما عرفت انه مريض، وعشان كده خدت له اكل وراحت له، ولما خبطت كتير وما ردش فدخلت، ولانه كان نايم فما رضتش تصحيه، فقالت انها ترتب له كتب لانها لقت على الارض، ولقته كاتب على ورقه انه تعبان جدا، وانه لو كان طفل كانت والدتها هتاخد بالها منه، واول ما تعرف انه مريض هتجيب له الدكتور، وكانت هتفضل طول الليل جنبه لحد ما يقوم بالسلامه، بس للاسف خلاص انا مش طفل ويا ريت نرجع طفل تاني. فقام من النوم وقال لها انت بتعملي ايه؟ فقالت له عرفت انك مريض فجيت ازورك وعملت لك شويه عصيده يستاهلوا بقك ولازم تاكلها لاننا محتاجينك في الاستوديو. فصدمها وقال لها قوم اطلعي بره، فاستهبلت عليه وقالت له مش همشي لما المطره تبطل لان للاسف ما جبتش مظله وهي جايه اساسا بالمظله، فقال انت عايزه تفهميني انك جاي من البيت من غير مظله؟ طب قوم وانا هديك بتاعتي. فاستهبلت اكتر وقالت له ما بحبش اخد حاجه حد، فقال لها طب قوم روحي المطره وقفت، ولان الحاجات بتاعتها خلصت كلها فاضطرت تمشي، وهو قاعد يبص عليها من الشباك وهو مبتسم، وبعد ما رجعت الاستوديو لقيته داخل عليهم، فزمايله في الفرقه استغربوا انه رجع بسرعه، فقال لهم الفضل يرجع للمعامله الخاصه من حد، وبص لها وهو مبتسم، ففرحت بردة فعله وعرفت من زمايله ان كل سنه في التوقيت ده بيتعب، بس ما طلعش انه تعبان ولا حاجه، وان التوقيت ده هو ذكرى وفاه والدته وعشان كده بياخدوا اجازه، بس بيعرف زمايله انه مريض، وده لان والدته توفت وهو عنده 5 سنين، ولانه كان صغير ومالوش ذكريات معاها، فعشان كده بياخد اجازه ويقعد يفكر فيها، ده ايه المشاعر الجميله دي. ولما قرأت القصيده اللي هو كان كاتبها عن والدته وعجبتها فعرضت عليه كمان يكتب مسرحيات، ولانه سكت وما ردش فقالت له انت ما بتحبش المسرحيات ولا ايه؟ فبص لها وهو مسبل لها وقال لها بحبها جدا، ففكرته بيقول لها بحبك، فقال لها بحب المسرحيات، فتوترت ومبقتش عارفه تقول له ايه. وهنا ينطبق المثال اللي بيقول ما محبه الا بعد عداوه، ويرجعوا كوريا من تاني، وفي اول مسرحيه ليهم اتكلموا عن الحريه اللي مش لاقيينها في اراضيهم، بس الكلام ده ما عجبش الاحتلال، وشيم لانها اول مره تغني على مسرح فكانت متوتره جدا، وعشان كده طلبت منه يكون قريب منها عشان يعني توترها يخف شويه، وبالفعل راح التوتر خالص وغنت بكل اريحيه، وجين كان طاير من السعاده وهو بيبص لها، وبعد الحفله قعد يبص لها ومركز معاها، وهي كمان قعدت تبص له من تحت لتحت، ولان زميلها قاموا يرقصوا مع بعض سلو فاتشجعت هي كمان وراحت له عشان يرقص معاها، بس اتفاجئت بزميلها اللي معجب بيها وطلب يرقص معاها، فاتحرجت وراحت معاه غصب عنها، واول ما شافها بترقص مع واحد تاني اتضايق،
ويقتحم الاحتلال عليهم المكان، وقبضوا على وجين بعد كلامه عن الحريه. فشيم قلقت عليه جدا، وعشان كده راحت له عند اسم الشرطه، ودخل هو اتعذب ومات من الضرب جوه، وهي فضلت كل ليله تجيله على امل انها تقابله تاني. ولما طلعت فجأة بها قدامه، وهي اول ما شافته انهارت من العياط. ولما وصلها لبيتها عرف انها فقيره جدا. ولما شيم قدمت له حاجه يشربها، والدتها نيلتها اكتر وقالت له معلش ما عندناش حاجه نقدمها للضيوف. ودخلوا كمان على اخواتها وقالوا له ايه علاقتك باختنا الكبيره. وبعد ما شاف حالتهم وفقرها قال لها اكيد وجودك في طوكيو مكلف عليهم جدا، وخصوصا كمان انكم فقراء، ولانه حس انه هيلبخ فاعتذر. فقالت له كمان ما انت زي حالاتي، ومع ذلك بتصرف على الفرقه. وهم ماشيين مع بعض شافته بيبص لواحده لابسه طاقيه، فقالت له مش عارفه ليه ما بحبهمش، وعادي يعني مش حلوين ولا حاجه. فقال لها بس انا بحب الطواقي. وهم مع بعض بدا يضعف قدامها، بس لحق نفسه في اللحظه الاخيره والله يلا نمشي. وقال لها انا دعيت الفرقه تيجي بيتي، فاعملي حسابك تيجي معاهم. ففرحت جدا وقالت خلاص بقى هيعرفنا على اهله ونتجوز. وتاني يوم جمع الفرقه كلها عند محطه القطر واستناها. ولما عرفت انه بيحب الطواقي فاشترت واحده، فاول ما شافها اتفاجئ، بس برضه ما ادالهاش اهتمام وراح يركب القطر، وفضل طول الوقت في القطر يبص لها، لانه عرف بالرغم انها ما بتحبش الطواقي اللي لبستها عشانه. ولما وصلت بيته اتفاجئت انه مش فقير زي ما هي فاكراه، وطلع انه من اثرياء البلد. ودي كانت اول صدمه بالنسبه لها، وهوب تدخل عليهم الصدمه الثانيه واللي ما كانتش عامله حسابها خالص. واتفاجئت بواحده مقابلهم وبتقول يا زوج العزيز. فاتصدمت صدمه عمرها، لان عمره ما لمح لها بحاجه زي كده. ولما قعدوا مع بعض طلبوا منها تغني لهم، بس لانها مصدومه وحزينه ما قدرتش تغني، ولانها مش قادره تسيطر على الحزن اللي جواها. فقلعت الطاقيه وسابت لهم رساله ومشيت، وقالت لهم فيها حصلت ظروف واضطريت امشي. وبعد ما زمايله مشيت لقى ابوه مستنيه، وطلع ان هو كاره اللي بيعمله، وقال له انت مقضيها لف مع شويه صياع وعمال تكتب لي في كلام فارغ. وقال له سيبك من الكلام الفاضي ده والوطنيه اللي ما بتاكلش عيش، وركز في شغل ابوك وشركاته لانك ورث العيله. وقال له خلص دراستك براحتك عشان تشيل الشغل من بعدي. وبعد 4 شهور اتقابلوا تاني في طوكيو، وقابلته عشان تودعه قبل ما يرجعوا كوريا تاني. وهم خارجين مع بعض في الشارع سمعوا ان الكاتب اريشيما انتحر هو وعشيقته، وهو نفس الكاتب اللي كان بيقول الحب معناه انك تاخد كل حاجه. فشيم استغربت ان هو انتحر، وقالت له طالما الحب ده هيجيب الم ومعاناه فبلاش منه كل واحد يشق طريقه، ليه بس ننتحر ونسبب الالم لاهالينا. فقال لها اكيد خافوا من الوحده اللي حسوها بعد ما افترقوا. فقالت له بكل ثقه الانسان سهل ينسى بكل بساطه، وودعته بكل حب، وقالت له اتمنى لك حياه سعيده. وبعد مرور 5 سنين وجين سمع كلام ابوه واشتغل في شركاته، واثناء ما هو بيقرا الجرايد عرف ان شين بقت مغنيه كبيره وبتغني في حفلات. وافتكر لما خدته المسرح لانها كانت بتتمنى تغني فيه، وقالت له يا ترى لما هغني هتيجي تشوفني. فقال لها اكيد هجيلك. ولما جت تجهز نفسها للحفله اتفاجئت لانها سمعت صوته كانه بينادي عليها، وقالت لنفسها وهي زعلانه مستحيل يكون هو. بس المفاجاه انها لما طلعت تغني بدات تغني باحساس، لانها ضايقت مشاعر الفراق، لانها زعلت جدا بعد ما ودعته من 5 سنين، بس كتمت مشاعرها جواها. وفكرت كتير انها تكتب له رسائل، بس للاسف كل مره بتقطعها لانه راجل متجوز وليه حياته. واول ما لمحته بيتفرج عليها ما صدقتش نفسها، واول ما شافته بيخرج سابت المسرح والحفله وطلعت تجري وراه. وهي حزينه لانها ما صدقت لقته، لانها اساسا عمرها ما نسيته. واول ما شافته ماشي قدامها في الشارع راح رجعت لها وقالت له اول ما شفتك قلبي قعد يتنطط من الفرحه، وحاولت كتير جدا انساك، بس اتفاجئت اول ما شفتك النهارده اتاكدت ان عمري ما نسيتك ابدا. ولانه كمان بيحبها بس مش قادر يكمل معاها بسبب تحكم والده وبسبب زوجته المسكينه اللي في البيت. فقال لها خليها ماشيه لحد ما نشوفها ترسى على ايه. فعيطت من الفرحه لانها رجعت له من تاني. ومراته في البيت اكتشفت انه محتفظ بالطاقيه، فاتصدمت لانها حست انه بيخونها، ولان اغانيها بقت موضه قديمه وعايزين حاجه كده زي مهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، فبقوا يدوا لها اجور قليله في الحفلات. ولما رجعت البيت والدتها كانت مستنيه منها فلوس لانها هي اللي بتصرف على البيت وعلى اخواتها. ولما شافت الفلوس اللي جايباها استقلتها، وبعد ما سممت بدنها بكلمتين قالت لها ارتاحي انت بقى، اكيد جايه تعبانه من الشغل وطول الوقت مقضيينها جوابات. وبقى من وقت للتاني يجي لها وبيقضوا اليوم مع بعض ويرجع لبلده تاني، وعايزين يكونوا طول الوقت مع بعض بس للاسف مش عارفين يعملوا ايه. وفي عز سعادتها بجوابات وجين قالها صدموها بالعريس اللي جاي لها، وانه عريس غني وهيصرف عليهم، وده لانها مصدر الدخل الوحيد ليهم لان ابوها مريض، وكمان هيساعد اخواتها يدرسوا بره. فما بقاش المسكينه عارفه تعمل ايه، تتجوز الغني اللي هيساعدهم في حياتهم ولا تفضل مكمله في الحب البائس واللي ملوش نهايه. وعشان كده سافرت له ورنت عليه قابلها عند محطه القطر، فراح لها جري لانه قلقان، لانه مش عادتها انها تجيله وهو دايما اللي بيروح لها. واول ما لقته قدامها رمت نفسها في حضنه، وعشان ما تقلقوش قالت له باخر رساله ليك عرفت اني وحشاك وعشان كده جيت لك على طول. وفجاه هم ماشيين مع بعض قالت له عايزاك تتمسك بيا بقوه، وعايزاك تترجاني اني ما ابعدش عنك. ايه ما تقدرش تعملها؟ ولانه حس ان في حاجه غريبه بتحصل فقالت له على العريس الغني اللي جاي لها، انا مش بقول لك الكلام ده عشان محتاجه فلوسك، انا كل اللي محتاجاه منك دلوقتي انك تقول لي انسي اهلك والدنيا كلها وتعالى نهرب في مكان بعيد عن الناس كلها. نفسي اسمعها منك مره. بس هو كل اللي عمله انه عيط لانه مش عارف يقول لها ايه.
وهي كمان قعدت تعيط له وتترجى انه يقولها. ولما رجع البيت لقى مراته مستنياه وبتقول له ابوك عايزك. وابوه اول ما قابله زعق له لانه ساب الشغل في الشركه ومشي، وقعد يزعق له لانه فكره بيتصرمح مع الصيع بتوعه. فقال له هو حزين خلاص ما عدتش هقابلهم تاني. ودخل مكتبه وقعد يقرا في جواباتها وهو حزين. وهي لما اتخطبت للعريس الغني ولانهم فقراء وعايشين في وسط الغابات فراحت معاه عشان توصله للطريق الرئيسي. ولما العريس حاول يمسك ايدها فرفضت وقالت له معلش سامحني مش مستعده دلوقتي. ولما العريس مشي قعدت تتخيل ان وجين هو اللي ماسكها وطارت من السعاده اول ما شافته قدامها، ورجعت اتصدمت تاني بعد ما لقت نفسها في الواقع المرير. ولما ابوه عرف انه رجع يكتب فزعق له فقال له انا عملت كل اللي طلبته مني، اتجوزت العروسه اللي انت جبتها له من غير ما اختارها، وخليتني ادرس في زراعه عشان اخلي بالي من اراضي العيله، وحاليا برضه شغال في الشركه زي ما انت عايز، مش كمان هتمنعني من الكتابه. ولانه شايل في قلبه كتير فانفجر في وش والده وقال له ارحمني سيبني اتنفس شويه، ولانها مش قادره تعيش من غيره ولا قادره تنساه فرنت عليه وهي حزينه من غير ما تتكلم. واول ما حس انها هي اللي بتتكلم فقفلت الخط وانهارت من العياط لانها مش عارفه تعمل ايه. ولان وجين ما رجعش البيت تاني فابوه راح يدور في مكتبه واكتشف الجوابات اللي بينه وبين شيم، فاتصدم لما عرف انه بيحب واحده تانية غير مراته، وهو في نفس الوقت كان راح لشيم لان هو كمان ما بقاش عارف يعيش من غيرها. واتفاجئت بيه قدامها وهي راجعه البيت وخدها في حضنه وقال لها الكلام اللي كان نفسها تسمعه، وقال لها ارجوك تخليكي جنبي لان ما اقدرش اعيش من غيرك. فعيطت من فرحه اول ما سمعت كلامه وقال لها انا راجع طوكيو تعالي معايا، بس لانها من شويه كانت ماضيه عقد مع شركه فقالت له هظبط شويه حاجات واجيلك. فقال لها طب خدي بالك من شغلك عايزين فلوس كتير لان من دلوقتي انا بقيت شحات خلاص. ولما رجع البيت يلم حاجته فلقى ابوه بيحرق الكتب بتاعته ومسك الجوابات ورماها في وشه وقال له بقى تسيب مراتك ام خبور وعمال تجري ورا واحده بتغني له قدام الناس، فكان هيجيب له جلطه وقال له دي حبيبتي الغاليه وحاولت انساها كتير بس ما قدرتش. فاتعصب عليه وقال له بتعصاني عشان واحده ده شكلها سحران لك على الاخر. وقال له انت من غير فلوس هتشحت طول عمرك عايش في العز هتتحمل الفقر لحد امتى؟ فقال له برضه مش هتخلى عنها. فابوه كان هيجي له جلطه من كلامه وطرده. ولما طلع بره وقابل مراته قال لها مش عارف اقول لك ايه غير اني اسف بجد. ولما اتاكدت خلاص انها هتكون مع حبيبها فقابلت العريس واعتذرت له انها مش هتقدر تكمل حياتها معاه، ورجعت البيت لاهلها وقالت لهم انها سابت العريس لانها ما بتحبوش وانها مضت عقد مع شركه يابانيه وباول فلوس هتقبضها هتسفر اختها عشان تكمل دراستها بره. ولما سالوها هتعمل ايه في البقف الصغير فقالت له ما تقلقش هشتغل وهجيب لك الفلوس وهسفرك برضه. فابوها كمان المرض مسك وقعد يكحلها. ولما صاحب الشركه اللي وقعت معاهم عرف انها في ازمه ومحتاجه فلوس وده لان اخواتها الصغيرين بيدرسوا بره، فالراجل مشكورا قرر يساعدها وده لانه شايفها موهوبه ومش عايزه تشغل بالها بالفلوس خالص. وبالفعل قابلها وقال لها وهي طارت من السعاده وشكرته عشان وقف جنبها. بس ان المفاجاه بقى سيرتها على كل لسان وبيقولوا انها على علاقه بصاحب الشركه وده لانها خرجت من بيته بالليل وهي بتتسحب، فاخوها سمع زمايله بيتكلموا عليها فطبيعي اتعصب عليهم وضربهم ورجع البيت وقال لها ايه علاقتك بالراجل ده؟ وطلع ان القريه كلها بتتكلم عليها وانها على علاقه بالراجل وعشان كده خطيبها سابها. فاتصدمت اول ما سمعت الكلام منهم بعد ما ضيعت حياتها عليهم ولقت ان هم في الاخر بيتهموها بكده واقفين لها زي القضاء وعاملين يحاكموها، فسابتهم وخرجت بره وقعدت تعيط. ولان الشائعات انتشرت في المكان جامد فطردوها من الشغل كمان وبدات القريه تتكلم عليها قدامها كمان وهي ماشيه مكسوره ومهزومه ومش مصدقه اللي بتسمعه. وراحوا لها قوات الاحتلال في بيتها ولانها رفضت تروح معاهم من غير ما تعرف السبب فشتمها وخدها غصب عنها. ولان الضابط طبعا عارف الاشاعات اللي بتتقال عليها فحاول يلمسها وهو بيتكلم واول ما شالت ايده ضربها بالقلم ولا انت جاي هنا تعمل نفسك شريفه ده انت بتبيع نفسك بالفلوس. واستغل انها مرفوضه تغني في اي مكان وعرض عليها انها تغني عندهم وفي اي مناسبه بيعملوها ولانهم قوات احتلال فرفضت عرضهم. بس الضابط هددها باهلها فخافت جدا عليهم. ولما رجعت البيت لقت وجين بعت لها جواب وبيقول لها انا سمعت الشائعات اللي بتتقال عليكي بس بالنسبه لي الكلام ده كله فاضي وما صدقتوش وزعلت جدا لان المفروض كنت اخدك معايا لان المفروض ما كنتش اسيبك لوحدك فيا ريت تجي لي بسرعه. وقرت الجواب وهي منهاره من العياط. ولما عرف ان في واحده جايه له ففرح جدا لانه توقعها هي، بس اتصدم اول ما شاف مراته قدامه وجات له عشان ابوه ما عادش راضي ياكل لحد ما هو يرجع يمسك الشركه من تاني. فيا ريت ترجع البيت في اسرع وقت لان ابوك هيموت لو ما جيتش. فقال لها ما تحلميش ما عدتش هرجع تاني ابدا. ولما خرج وهو زهقان عشان يتمشى لقى شيم هي كمان رجعت بس راجعه مكسوره وحزينه والبسمه بتطلع منها بالعافيه ولا المفروض دلوقتي ارجع تاني كوريا لان ما اقدرش اتخلى عن والدي بس في نفس الوقت مش قادر ارجع لان هناك لا هعرف اكتب ولا هعرف اشوفك. فقالت له تعالى في حضن اخوك يا فواز لان عندي نفس الحيره. وقالت له ان الاحتلال عايزينها تكون المغنيه بتاعتهم فلو رجعت عشان اغني لهم هحس ان روحي بتموت ولو ما روحتش اهلي اللي هيموتوا. وفكرته باول لقاء بينهم وفكرته كمان بانتحار اريشيما وقالت له واضح انه كان عنده حق لانه ارتاح من الدنيا فقررت تنتحر هي كمان لانها تعبت من التفكير وتعبت من شيله هم اهلها ومن بعدها عن حبيبها اللي مش قادره توصل له. بس الحاجه الوحيده اللي مخوفاني ان لو مت هشتاقك جدا لان مش هقدر اشوفك تاني. فقال لها وانا كمان مش هقدر اعيش من غيرك.
فتعالي يلا ننتحر سوا. بس قبل ما ينتحروا فكروا ان هم يفرحوا بحياتهم مع بعض شويه، وقضوا اول واخر يوم مع بعض كله سعاده. ولانها في عز ده كله برضه مش قادره تنسى اهلها، فغنت اخر اغنيه في حياتها وهي ترنيمه الموت، وخدت فلوس الاغنيه وادتها لاختها، وودعتها ودعت الدنيا من غير ما اختها تحس. وركبوا مع بعض العباره اللي ظهرت في اول القصه، وسابوا جين رسالته الاخيره للقبطان، وودعوا بعض وهما الاتنين منهارين من العياط. وبكده تخلص القصة الحزينة واللي نهايتها بجد ما عجبتنيش، لأن الانتحار عمره ما كان الحل. وأتمنى لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل اشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا في قصة جديدة إن شاء الله. سلام.